تحوشي يعني تحوشي تعملي حصالة يبقى معاكي فلوس وفر في البيت، مش لرمضان بقى او لحاجة معينة، لا، عايزة في البيت دايما يبقى معاكي مبلغ على جنب كده لأي حاجة تحصل في البيت، أي ظرف طارئ، اي حاجه نتحط فيها، موقف نتحط فيه، يبقى معانا اللي يسد وما يخليناش نحتاج لحد. احنا فكرتنا بتقول ان احنا مش عايزين نحتاج لحد ولا ناخد حاجه من حد ولا نستلف من حد، عايزين ان بيتنا دايما يبقى مستور كده بتحويشنا وتدبيرنا وعقلنا. انت عندك عقل وعندك دماغ، الستات دماغهم شغاله واذكياء طبعا اكتر من الرجاله، بيعرفوا يحوشوا وبيعرفوا يدبروا نفسهم. حتى لو المرتب ما ينفعش ان احنا نحوش منه حاجه، حتى لو المرتب بيخلص وما بنعرفش نوفر منه. هقولك كده ازاي توفري من غير ما تحسي باقل حاجه، ومع الوقت هيبقى معاكي مبلغ كويس جدا تشيليه في البيت بقى لاي ظرف طارئ، تعملي بيه حاجه انت كنت نفسك فيها، تشيليه رمضان زي ما احنا بنقول. اي حاجه انت عايزه تعمليها هينفعك. فاكرين طبعا الحصاله اللي انا قلت لكم عليها بنعملها رمضان، ان احنا اي جنيه معانا 2 جنيه اللي بيفيض معانا من التسويقه بتاعه الاسبوع، اللي بيفيض معانا من مصروف العيال، اللي بيفيض معانا من اي طلب بنشتريه من بره، بنيجي جري نحطه في الحصاله بتاعتنا. ولما تتملي زي كده، النهارده هي ما شاء الله مليانه، بناخدها ونمسك الفلوس دي ونبدا نحطها مع اخواتها، وبكده يكون معاكي مبالغ محترمه. من ايه؟ من جنيه واتنين جنيه. الفلوس الورق اللي محطوطه هنا انا حاطه فيه هنا 100 وفيه ميات وفيه خمسينات وكده، مش حطاهم على بعض. يعني كنت مثلا ايه، بفك فلوس من هنا، يعني انا هنا خمسات وعشرات وانا عايزه فلوس، محتاجه فلوس، فبفك الفلوس دي من الحصاله. بس مش يعني بحط 100 على بعضها ولا 50 على بعضها. انا قلت لك ان انا هقول لك تحوشي ازاي من جنيه واتنين جنيه. زي ما قلت لك، انت دماغك شغاله، لازم دماغك تبقى شغاله على طول مهما كانت الظروف صعبه، ومهما كان ان احنا ما معناش مش هنقدر نحوش، لا هنحوش وهيبقى معانا فلوس وهيبقى معانا اللي يستر بيتنا وما يخليناش نحتاج لحد. الحصاله اللي احنا قلنا عليها بتبقى موجوده عندنا دي، نشيل دي الاول كده. انتوا عارفين ان انا عامله الحصالات دي رمضان، احنا بقى ممكن نعملها لاي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين الفضه قد ايه، الفلوس كتيره ما شاء الله. هنعدهم ونمسكهم ويبقى معانا مبلغ محترم. هنا في خمسات برضو وعشرات. زي ما قلت لك احنا بنتسوق النهارده، بجيب خضار فاضل معايا 5 جنيه جري احطها في الحصاله، واكني سوقت بالفلوس كامله. يعني انا مثلا عامله تسويق الاسبوع 250 جنيه، ممكن اسوق الاسبوع ده ب 220، ال30 اجري احطهم في الحصاله. ممكن اعمل مثلا الخضار، عامله حسابي ان الخضار مثلا 250 زي ما انا قلت، الاسبوع ده عرفت ان انا اوفر واجيب من مكان رخيص شويه على اللي بجيب منه، وعملوا معايا 200، ال50 اجري احطها في الحصاله. اللي مثلا جبت حاجه، جبت مكرونه مثلا الكيس ب 13 جنيه مثلا، فضل 2 جنيه اجري احطهم في الحصاله. الولاد بياخدوا مصروفهم ويفيد معاهم فكه كتير، يجوا يحطها في الحصاله. وهكذا حاجات انت مش هتحسي بيها، فلوس انت بتتصرف كده كده. يعني انت هتجيبي تسويتك ب 250، يعني هتجيبيها هتخلص، ما جبتهاش ب 250 هتلاقي الفلوس طارت مش عارفين راحت فين. عشان كده بقولك دايما الحصاله دي موجوده عندك، اي فلوس تفضل معاكي باي طريقه حطيها فيها، شيليها من جنب ايدك كده. لما الفلوس تبقى في ايدينا بتحسي انها بتتصرف بسرعه، انما لما تحطيها في برطمان زي كده او اي حاجه زي كده بتبعد عنك، وكمان بتفرحي تحسي كده لما تيجي تفتحي الحصاله وتلاقيها مليانه فلوس كده. ايه ده، انا عملت كل ده منين؟ ده انا معيش فلوس، ده الحاله مش عارف ايه، ده المرتب يا دوب بيكفي بالعافيه. انا قدرت الشهر ده احوش المبلغ ده ازاي؟ ممكن في الشهر تحوشي حاجه بسيطه جدا، انما شهر على شهر هيبقى معاكي مبلغ محترم تشيليه على جنب بقى لاي طارئ، لا قدر الله حد تعبان، اي حاجه انت اتحطيتي فيها، اي موقف انت اتحطيتي فيه، حاجه عايزه تشتريها لنفسك، حاجه عايزه تشتريها لبيتك، عايزه تجددي ستاره، عايزه تجددي سجاده، عايزه تعملي اي حاجه، هيبقى معاكي وفر وهيبقى معاكي فلوس من مفيش. من جنيه واتنين جنيه، جنيه واتنين جنيه اللي احنا بنحطهم في الدرج كده مالهمش لازمه،
هتلاقي في الاخر انهم عملوا معاكي مبلغ. ايوه على المدى الطويل، يعني مش مثلا هقول لك ان انا في 10 ايام هحوش اللي يجيب لي مش عارف ايه، لا انا بقول لك على المدى الطويل. كل ما يبقى معاكي فلوس اعتبري انها مش موجوده وحطيها، هتلاقيها اتملت وهتفضيها في مكان تاني. زي ما انا قلت لكم احنا هنفضي دي دلوقتي وهنمسكها مثلا ميتينات وهنروح ايه عينينها في الحصاله التانيه، ونيجي الحصاله اللي بعدها نملاها برضو، وهكذا نمسكها ونعينها لحد ما يبقى معانا مبلغ محترم، مبلغ نتسند عليه، مبلغ يكون موجود فعلا في البيت للطوارئ. عايزه بقى تعملي رمضان زي ما احنا متفقين، عايزه تعملي لي هدوم العيد، عايزه تعملي لي تجديد البيت في رمضان، عايزه تجيبي حاجه جديده للمطبخ، عايزه تفرحي ولادك بحاجه حلوه، اي حاجه هتلاقي معاكي اللي يقضيها ويفيد. المرتبات مش مقضيه، والمرتبات ما بنعرفش نصرف نفسنا بيها عشان نحوش. ازاي ده انا ما بكملش المرتب الشهر بالمرتب؟ طب ازاي مطلوب مني ان انا احوش كمان واعمل كده؟ بس جربي زي ما انا بقولك وشوفي. احنا كلنا مرتباتنا ما بتكفيش، بس مع شويه تدبير كده وتخطيط وشطاره منك انتي اذكى من انك تقعي في ورطه زي دي. يعني شغلي دماغك كده وشويه ذكاء كده وشويه حركات من بتوع الستات هتعرفي تحوشي. شغلي دماغك كده وبذكائنا هنعرف نحوش، شغلي دماغك وبذكائنا هنعرف نشيل فلوس من الفلوس اصلا اللي احنا فاكرينها ما بتكفيش. زي ما قلت لك احنا ممكن نقسم المصروف على الاربع اسابيع زي ما قلنا. يعني مثلا باخد 4000 جنيه على الاربع اسابيع، ال1000 جنيه اعمل حسابي ان انا ال1000 جنيه ده ما بطلعش منه او ما بحتاجش لل1000 اللي بعده. بعمل حسابي زي ما وريتكم قبل كده، التسويقه 200 جنيه 250 جنيه، والاسعار دلوقتي رخيصه وحلوه في الخضار والفاكهه والحاجات دي. اعملي حسابك انك تجيبي تسويق بيتك اللي تكفي بيتك بالمبلغ ده. هتجيبي كمان 250 جنيه تجيبي بهم بقى حاجات تانية، بقالة مثلا مكرونة رز، الحاجات اللي هي بتيجي من البلدي برضو في الأسبوع، مش هطلع منهم ولا همد إيدي على الفلوس التانية. 250 جنيه هجيب بهم مثلا فراخ، مش عارف المهم يعني ايه، كل الحاجات اللي انا بقولها لكم دي بنطلع منهم ايه الباقي. اي حاجه ليها باقي بنيجي جاري نحطها هنا. اي 5 جنيه بتفضل معانا بنيجي جاري نحطها في الحصاله. اي 10 جنيه بتفضل معانا من المصروف اللي احنا عاملينه الاسبوع جاري بنحطها في الحصاله. شويه شويه هتعودي نفسك على الترتيب. اهم حاجه الترتيب، رتبي نفسك ورتبي حياتك ورتبي نظامك ورتبي فلوسك على قد الاسابيع وعلى قد الايام وعلى قد احتياجات بيتك. هتلاقي نفسك طالعه في اخر الشهر موفره مش كتير، حاجه بسيطه، بس شهر على شهر هيكون معانا مبلغ كبير. انا عارفه ان دلوقتي دروس والايجارات عاليه والمواصلات مش عارف ايه والكلام ده كله، بس بتدبيرنا وشطارتنا هنعرف نعدي منها ونحوش كمان ويبقى بيتنا مستور وما نحتاجش لحد. عودي نفسك كده انك تكفي نفسك باللي موجود في بيتك. يعني مش لازم ان انا كل يوم اطبخ لحمه وفراخ. الايام دي في حاجات حلوه جدا في السوق ممكن تتعمل توفر عليكي كتير. البطاطس دلوقتي ب 8 جنيه و10 جنيه، لو جبتي كيلو بطاطس ونص كيلو طماطم وفلفل اخضر ورحتي عامله صينيه بطاطس محترمه على شويه رز، اكله موفره ومشبعه وحلوه جدا للاطفال والعيال كلهم بيحبوها. مثلا جبتي دلوقتي دخلنا في الشتاء ممكن تجيبي ربع كيلو عدس مثلا وتعملي شوربه عدس بتبقى تحفه في الشتاء، وبرضو اكله بتفوت معاكي وبتوفر. يعني ايه، حاولي تخنصري كده من مصروف الاسبوع، حاولي تخنصري من اكلات الاسبوع اللي يكفيكي اكل وشرب ويفيد معاكي فلوس نحطها في الحصال. يعني مثلا مش بقولك برضو قصري في اكل الولاد، يعني مش مثلا نبخل عليهم وما ناكلهمش عشان نحوش، لا احنا هناكلهم، بس قصدي ان احنا نفوت كام يوم. مثلا احنا داخلين على اخر الشهر اهو وعايزين نفوت الكام يوم دول، مش كل يوم ايه لحمه فراخ سمك، ممكن مره واحده مثلا فراخ والباقي ندبر نفسنا. يعني ممكن مثلا كبد وقوانص رخيصه نعملها مره مع بطاطس مع رز مع مكرونه، ممكن مكرونه وبطاطس وبيض، مثلا بطاطس محمره وبيض. وممكن مثلا من الاكلات الموفره برضو الكشري تحفه، ممكن تجيبي مكرونه وعدس ورز وتلاقي نفسك برضو موفره.
والولاد كلهم بيحبوا الكشري. ممكن برضو من الاكلات الموفره الحاجات اللي احنا بنعديها مثلا، اللي هي ايه، الفول وطعميه ومسقعه والكلام ده، تعدي بيها يوم برضو بتبقى حلوه جدا. يبقى طلعتي من الاسبوع الاخير من الشهر اللي دايما احنا محتاجين فيه ودايما الفلوس بتخلص فيه ودايما نبقى مديونين فيه، بتطلعي موفره كمان من الاسبوع. انا كنت عامله الاسبوع ده 1000 جنيه، صرفت فيه 750، اجري احط الفلوس التانية في الحصاله بتاعتي. برضو انا باكد على ان انا مش هحرم الولاد، انا هجيب كل اللي هم عايزينه بس بالمعقول. يعني مثلا ايه، مره كده ومره كده، مره نعمل نفسنا شويه ومره نوفر على جنب، واحنا بنوفر لمين؟ ما هو ليهم. في الاخر هعمل لهم حاجه حلوه تفرحهم، في الاخر الفلوس دي هتنفعنا في رمضان. هعمل لهم برضو، هجيب لهم يمشي رمضان، هجيب لهم لبس العيد، هجيب لهم حاجات حلوه في رمضان يفرحوا بيها، هجيب لهم فوانيس رمضان. في الاخر هم برضو المستفيدين، يعني هم في الاخر اللي هيطلع ليهم الحاجات الحلوه دي وهيفرحوا بيها. ودايما نعوديهم ان دي حاجة اساسية عندهم، يعني مهما كبروا لازم يبقى عندهم حصالة زي دي كده يوفروا فيها فلوسهم، يوفروا فيها عشان ما يحتاجوش لحد، ما يمدوش ايدهم لحد. هيبقوا كبار كده ويفتكروا النصايح اللي انت قلتها لهم دي، ويعرفوا يمشوا حياتهم ويعرفوا يمشوا بيوتهم. طبعا كل واحدة مطلوب منها انها تمشي على قد الفلوس اللي بتجيلها وعلى قد دخل جوزها. زي ما ربنا كاتب لك ان ده رزقك هتمشي عليه، وفي نفس الوقت ان شاء الله هتحوشي، ان شاء الله هيفضل معاكي فلوس تعملي بيها حاجات حلوة، ان شاء الله هتعرفي بأقل قليل بس تشغلي دماغك شوية ان يبقى معاكي فلوس حلوة جدا تعملي بها اللي انت عايزاه. في ناس بيقولوا انك ممكن توفري كمان انك تجيبي دهب، ممكن تجيبي دهب، بس بقى فين وفين، يعني على ما توفري بقى فترة طويلة جدا. انا بقول الحاجات اللي هي البسيطة اللي احنا بنبقى ساهيين عنها، بنبقى نفسنا نعملها وما احناش عارفين، عايزين نعمل حاجات. يعني مثلا عايزة اجيب ستارة جديدة مثلا، وده اولى وده اولى، وانا لسه هجيب ستاير، انا مش عارف ايه، انا معيش فلوس الكلام ده، مش عارف ايه. فالحصاله دي هتنجدك في الحاله دي. عايزه مثلا في دخلة رمضان اجيب يميش زياده شويه السنه دي، بس ازاي؟ ده اللي احنا في دروس ومدارس والمصاريف كتير وهعمل ايه وكده. الحصاله دي اللي هتنفعك في الوقت ده، هتنفعك في اليومين دول، هتنفعك في الوقت اللي انت محتاجه فيه حاجه ومش عارفه تعملي ايه. هتنفعك انها هتفك ازمه. افرضي لا قدر الله حد تعب عندك فجاه ومعكيش فلوس واحنا في اخر الشهر ولسه ما قبضناش، هنعمل ايه؟ هنجري على الحصاله دي نطلع اللي فيها، هنلاقي خير وبركه موجود فيها يكفينا ويكفي اللي محتاج دواء، اللي محتاج اي حاجه. وتلاقي نفسك ساعتها فرحانه جدا، هتلاقي احساس فرحه حلو كده ان انت عرفتي توفري حاجه، عرفتي تعملي حاجه من ما فيش. انا ما قلتلكيش زنوق نفسك، انا بقول لك الجنيه وجنيه و2 جنيه اللي احنا بنسيبهم باقي في اي حاجه باخدهم جري احطهم في حصالتي. مره في مره هتلاقي نفسك بدل ما عندك واحده زي دي عندك 3 و4 و5. مرة في مرة هتلاقي الفلوس اللي معاكي جمدت وبقت معاكي فلوس كتير ورق. مرة في مرة هتفرحي وهتزيد فرحتك لما تيجي كده في زنقة وتلاقي نفسك عارفة تدبري نفسك وعارفة تدبري بيتك وتمشي بيتك بالفلوس الحلوة اللي انتي عيناها. فمحدش يقول احنا ظروفنا على قد ومش لاحقين ومش عاملين. والله اللي عايز يرتب نفسه ورقه وقلم كده وخططي كده ومشي اسبوعك ومشي شهرك بالورقه والقلم، هتلاقي نفسك الاسبوع بيعدي والشهر بيعدي واحنا 100 100 وزي الفل ببركه ربنا. واطلبي البركه كده. واهم حاجه نسيت اقولها في الاول، لازم الصدقه. اول ما تاخدي مرتبك كده، اول ما تاخدي مصروفك كده، مصروف الاسبوع مصروف الشهر، زي ما بتاخدي بنشيل حاجه كده على جنب. دي ايه؟ دي الصدقه. دي السر اللي بيخلي فلوسنا فيها بركه، دي السر اللي بيخلي فلوسنا تقضينا ويبقى معانا كمان فاضل نحوش. فاوعي تفوتي الصدقه دي. والصدقه دلوقتي بقت سهله جدا، يعني ممكن دلوقتي من على الموبايل بتبعتي فلوس لمستشفى بهيه، مستشفى 57 357. اول ما تقبضي كده اي مبلغ ايا كان على حسب مرتبك، ممكن مثلا تبعتي لمستشفى بهيه 50 ومستشفى 57 357 50. ال50 وال50 دول احنا بنصرفهم في الشهر على فكره من غير ما نحس، في ثانيه بتصرفوا من ايدنا كده واحنا مش واخدين بالنا. بس اول ما تاخدي المرتب كده وتروحي بعتاهم للمستشفى ده هتلاقي اعصابك ارتاحت كده وبالك ارتاح وحاسه انك عملتي حاجه حلوه. الحاجه الحلوه دي اللي هتخلي المرتب يكفيكي لباقي الشهر.
هتخلي ان انت في بركه كده في رزقك وفي بيتك وفي اولادك. دايما عودي نفسك ان الصدقه دي اهم حاجه. الصدقه دي اهم حاجه نعملها. حتى يعني مش عايزه تعملي صدقه مثلا وتقولي ايه اما اشوف الصدقه دي هتعمل معايا ايه الشهر ده. لا، مفيش حاجه اسمها كده. احنا مش بنجرب، احنا بنعمل الحاجه واحنا متيقنين انها صح. بنعمل الحاجه اللي ربنا امرنا بيها واحنا عارفين مليون في الميه انها صح، حتى لو ما شفناش الرد بتاعها على طول. يعني مش هروح دلوقتي، مش هطلع الصدقة دلوقتي واقعد بقى استنى واشوف المرتب هيكفي ولا لا، وانا طلعت صدقة ولازم عشان طلعت صدقة انا متأكدة ان المرتب يعني عايزة اشوف النتيجة. قصدي يعني ايه، انا بطلع الصدقة وعايزة نتيجتها. مفيش حاجة اسمها كده. انت تطلعي الصدقة حتى لو المرتب ما كفيكيش لاول الشهر، تحمدي ربنا. انت كده عملتي حاجة حلوة جدا، ان انت وانت محتاجة طلعتي صدقة. فدي ثواب عند ربنا كبير، بتخلي بركة في البيت وبركة في الأولاد وبركة في الرزق وبركة في كل حاجة. ربنا يرزقنا يا رب ويدينا البركة في حياتنا وفي صحتنا وفي أولادنا وفي بيوتنا. دايما اطلبوا البركة من ربنا. البركة دي حاجة جميلة جدا. لما يبقى عندك بركة في بيتك أحسن ما يبقى معاكي فلوس كتير وبتروح في حاجات ملهاش لازمة. ربنا يرزقنا البركة، اللهم آمين يا رب. الفكرة اللي انا كنت عايزة اوصلها لكم تكون وصلت لكم وفادتكم. جربوها، مش هتخسروا حاجة. جربوا تخططوا، جربوا يبقى معاكم ورق وقلم دايما تكتبوا المطلوب وتكتبوا المصاريف المطلوبة وتكتبوا المصروف بتاعكم كام وهتقسميه ازاي. بالورقة والقلم هتلاقي كل حاجة مشيت معاكي سهلة كده وبسيطة. وتلاقي كده فيه تلاقيك فيه كده يعني ايه، انتي عارفة بالظبط بالملي هتصرفي ايه وهتجيبي ايه وهتعملي ايه، وهيفضل معاكي كمان تحطي في الحصالة. فالورقة والقلم هيسهلوا عليكي كتير جدا في الشهر، هيسهلوا عليكي كتير في تنظيم. دايما خليكي منظمة زي ما انتي منظمة في بيتك وفي اولادك، خليكي منظمة كمان في مصروف البيت وفي فلوسك وفي تحويشك وفي حصلتك، عشان تلاقي دايما فلوس معاكي كتير تجيب بيها كل اللي انت عايزاه. ان شاء الله هعد الفلوس الفكه دي كلها ونشوفهم كام، ونحاول ان احنا نمسكهم ونعملهم فلوس ورق كبيره ونحطهم في الحصاله الكبيره بتاعت الفلوس الورق. وفي اول رمضان ان شاء الله نشتري كل اللي احنا فيه، كل اللي احنا عايزينه وكل الحاجات الحلوه اللي احنا عايزين نجيبها رمضان. حتى لو ما احناش محتاجين حاجه في البيت ان شاء الله نجيب حاجات نفرح بيها الولاد نتيجة تعبنا في التحويش، نتيجة ناخد يعني مكافئتنا ان احنا عرفنا نعمل حاجة حلوة، نجحنا في حاجة حلوة. لما تنجحي كده انك تعملي مبلغ بتحسي انك مبسوطة كده وان كل حاجة سهلة. مش لازم يعني نكلكع الدنيا، مش لازم يعني الدنيا تبقى صعبة معانا. لا، ده انت ممكن بكل بساطة تنجحي في حاجة حلوة زي دي ويبقى معاكي فلوس كتير ان شاء الله. اللهم امين يا رب، ارزقنا يا رب. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم صحة وافضل حال، اللهم امين.